يا هلا وغلا بالحلوين، وحشتوني كتير كتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا ندعي لبعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم فرحانين، كل سنة وانتم مبسوطين، وأيامكم كلها هنا وسعادة، ورمضان يجي عليكم بالخير واليمن والبركات، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ولا من وجودكم معايا، كل الناس طيبة اللي بتكتب كلمة حلوة من قلبها، ولكم بالمثل. اللهم آمين يا رب العالمين. في اليوم ده كنا عايزين خضرة عشان كنا هناكل أكلة كده محتاجة خضرة يعني. أكيد هتعرفوا يعني من الفيديو. هنا رحنا جبنا خس وبصل، واحنا كنا محتاجين خس وبصل هكذا يا جماعة. المهم هنا سمينا الله بقى وجبنا الخضرة بتاعتنا وجينا وحمدنا ربنا. والأكلة دي بقى كانت يعني الأكلة دي بقى في الأيام دي بيبقى لها عزية خاصة كده، احنا مناكلهاش على طول يعني، احنا كل مثلا 4-5 شهور كده عم ناكلها مثلا يعني. ففي اليوم ده جوزي قال لي خلاص انا هفف عليا كل الأكلة دي فلازم ناكلها. يلا يا سيدي احنا خاسس علينا مش عارفة بقول لك مش عارفة المثل يعني، مش عارفة نسيته بقى الوقت، فقدت الذاكرة. أنا أشغل الفيديو أفقد الذاكرة، مع إن الواحد يعني بيتكلم بلسانين مش بلسان واحد، بس يلا الحمد لله. اللهم لك الحمد. المهم كنت نظفت اساسا الخس كده وشلت الورق اللي عليه، وشلت الخس بقى منه بيبقى جاي طازه كده وبيبقى في طينه، فمسكت فصصت الورق بتاعه كله كده اهو، مسكته غسلته في الحوض ويعني ظبطته هو والبصل كده وخليته زي الفل. الخضار دايما بيبقى عليه طينه وبيبقى فيه قواقع في قلب الخس ده، يعني انت لو ما خدتش بالك كده اقسمي الخصايه بالنص لما تيجي تغسليها، مش لازم المنظر يعني، امسكي الخصايه افتحها من النص كده، لان بيبقى فيها قواقع وطينه كتير بجد يعني، مهما نقعتي وغسلتي فبقى عايز غسيل كويس. انا اسفه على التوك توك اللي معدي بالاغاني ده. هنا زي ما انتم شايفين بقى جبت الصينيه دي بقى بشوي عليها فراخ، بعمل فيها زي ما انتم شايفين كده. هنعمل فيها هنعمل فيها رنجه. النهارده كنا بناكل رنجه وسردين والحمد لله على نعم ربنا علينا. دي كانت عندي في الفريزر بعينها كل واحده في كيس كده. لما يكون عندي يعني كان عندي 2 وكملنا عليهم اشترينا عليهم يعني وكده. فاللهم ديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال، واجعل بيوتنا وبيوتكم عمرنا بالخير يا رب العالمين، وتعملوا كل اللي نفسكم فيه وكل اللي بتحبوه. عارفة ان مش كل الناس بتحب كل الاكل شبه بعضه، فده حاجة يعني ما زعلش حد. كنت الاول اقعد اقول والله العظيم بجد كنت الاول واحد يقعد يلاقي هو انت ازاي بتاكل الحاجات دي؟ طب ازاي انتوا ما بتاكلوش الحاجات دي؟ فبعد الخبرة وان انت تكبري في السن ما تقوليش على حاجة وحشة وما تقوليش على حاجة حلوة، لان هي النفس اللي بتاكل. سبحان الله، انت بتحبي حاجة غيرك ما بيحبهاش، انت تعرفي حاجة غيرك ما يعرفهاش. احنا في الدنيا دي بنعلم بعض، بناخد معلومات من بعض، فربنا يديمنا علينا نعمة يا رب العالمين. هنا مسكت السردين في الحوض كده، بحب اغسله علشان بيبقى عليه بقى الملح والقشرة اللي بتبقى فوق دي، انا ما بحبهاش، بغسلها تحت المية وكده كده مملح يعني. وهنا بقى كان حد عايز رنجة سلطة من غير ما تتسخن، قلت ماشي، شلت رنجتين كده هعملهم سلطة، ونضفت السردين كده وشلت كل السفة اللي فيه، وقطعت ليمون زي ما انتم شايفين كده، وكانت في رنجة تانية على النار اهو. عملت بقى هنا ما كانش فيه طحينه بصراحه يعني، وكسلت راح اجيب طحينه، يلا الموجود رضا فضل ونعم. هنا عملت السردين وعملت البصل وفلفل كده على الطحينه وليمون وبصل وخضره، وجابوا شيبس، قلت لهم احمر لكم بطاطس، قالوا عايزين شيبس، وطلعنا على السطح بقى. هي زفره بزفره البيت من اوله لاخره. يلا باي، وده اخر الفيديو.